السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة مسكينية حرة. كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وتكونوا على خير وتكونوا في صحة جيدة وتكونوا دوزتوا هاد العشر ايام ديال رمضان بالصحة والسلامة يا ربي، وتكمل ما تبقى على خير يا ربي، والله يتقبل منا ومنكم. قولوا امين يا ربي. كما كتشوفوا معايا هاد البواطه اليوم جيت نهضر لكم على الخميره بلديه. ولا بغيتو تاكدوا من الصحه ديال الكلام ديالي قراو على الخميره بلديه وغتعرفوا الفوائد ديالها. يعني عندها بزاف ديال الفوائد. جات قدامي هاد البواطه هادي وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد المعلومه. الخميره بلديه اشنو العلاقه ديالها مع الحريره اللي كنقولوا الحريره حمراء. انا صراحه نقول الحريره، يعني هي الحريره حمراء. الحسوه هي هذيك تيقولوا الحسوه، تيقولوا الحريره بيضاء. انا كنهضر على الحريره، يعني الحريره الحمراء اللي بمطيشه والكرافس والعدس وراكم عارفين. كنقول انايا بالنسبه ليا والله اعلم، يعني الاذواق كتختلف. كنقول اللي عمره ما شرب الحريره مدوره بالخميره البلديه راه عمره ما شرب الحريره، كأن عمره ما شربها وعمره ما تذوقها. لان راه غنقول لكم، ملي كتدوروا الحريره بالخميره بلديه راه واحد اللذه، واحد الخفه، اش غنقول لكم، كتجي رائعه، وواحد الحموضه. بزاف الناس كيشربوا الحريره مع الحامض، كيعصروا الحامض ويشربوها. هذه ما تحتاجوا لا حامض لا والو، داك الحموضه طبيعيه، داكشي يا سلام. وتا الناس اللي كيشربوا الحريره تيخافوها تقل عليهم اولا تحمض ليهم، اولا الناس اللي كيطيبوا الحريره والصباح كتلقاوها خاتره وثقيله، بهاد الخميره بلديه ما غيبقاش هاد المشكل. غتبقى الحريره ديالكم كي الفوق كي لتحت، وما كتلقاوها لا لصقات لا حتى شي حاجه. طريقه اللي هي غنقولها لكم دابا، واللي بغى يقلب عليها في القناه راني حاطاها وانا كنخدمها، يعني كنخدم الطريقه بيدي. اما دابا غادي نقول لكم الطريقه غير بالفم ديالي، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. واللي جربها وعجباتو الطريقه يرجع يكتب لي كومونتير، والله يسهل علينا وعليكم يا ربي. المهم كتاخذوا بواطه. ها هي كي كتشوفوا عندي انا هاد البواطه هنا، راه عندي الخميره راه ديجا واجده. غير دابا كنجمع الكوزينه جات قدامي وقلت علاش لا، والله حتى ندير واحد الفيديو نشاركو معاكم. هذه الخميره بلديه ديجا واجده. كتاخذوا بواطه كديروا فيها الطحين الابيض اولا الدقيق الفورص، مع شويه ديال الطحين الصفر اولا القمح، اولا حتى الشعير حيتاش دغيا كيخمر. الفورص شويه كيتقل، شويه ثقيل ما تيخمرش دغيا. وملي كتزيدوا معاه القمح كتساعدوه باش كيخمر. كتاخدوا هاد جوج مكونات، انا غنخدم لكم كما خادمه انا هادي بالفورص وشويه ديال القمح يعني الطحين الصفر اولا الفينو كلها كيفاش كيقول ليه. كتخلطوه داك التخليطه شكل باغي ندوروا الحريره. هكا هي كتخلطوه بالماء وكتخلطوهم بجوج، وكايا بواحد المعلقه ولا فرشيط ولا بيديكم باش ما بغيتو. المهم خاص يكون هكايا الخليط كما كتشوفوا معايا. من بعد كتاخدوا واحد 3 ديال التميرات ولا 4 ولا على حسب اللي بغيتو. عاوتاني كتر ما درتو التمر كتر ما مزيان وكتر ما كتخمر دغيا. كتاخدوا داك التمر اللي تيكون معلك تيكون رطب بزاف، كتحيدوا ليه العظم وكتخشيو داك التميرات وسط من هاد العجينه هادي. كما كتشوفوا انا حيدت العظم وداك التمر بقيت كنمعسو بيدي. ها نتوما كي كتشوفوا الطريفات هنا، هذا راه التمر. شوفوا معايا، هذا راه التمر. ها هذيك الجليفه ديال التمر اللي كتكون بيضه هي هذه. هذا راه كله تمر. ها بقيت كنمعز داك التمر مع العجينه باش هكا تخمر ليا دغيا. وتا التمر الا طاح في العجينه وحنا في الحريره وحنا كندورو ماشي مشكل، يعني شي حاجه زوينه صحيه. بالنسبه للناس اللي يقدر ما يبغوش داك طريفات التمر، غير حطوا التمرات غير بحال هكاك وغطيو على البواطه ديالكم وحطوها في الكوزينه ونساوها واحد 3 ايام ولا هكاك. وعاد طلعوا على البواطه ديالكم راه غتلقاوها خامره ودايره داك الفقاعات وريحتها يا سلام. داك الساعه الا كنتو مدورينها بالشعير، حنا ما كندوروش الحريره بالشعير، كندوروها دائما بالطحين الابيض. غتاخدوا من داك الخليط وزيدوا معاه شويه ديال الفورص
وطلقوه وهو باش غدوروا الحريره ديالكم. سينو ديروا كي كندير انا، الفورص الطحين الابيض اولا الدقيق، القمح، سمحوا لي. صراحه هذا الفيديو هذا بغيت نحطه بلا مونتاج كما جا، المهم بغيت نوصل لكم الفكره وصافي. بحال هاد الخليط دابا انا ملي خمر عندي ما كنزيد فيه حتى شي حاجه، صافي هكايا كندور الحريره ديالي، ما كنزيد لا ما لا طحين لا حتى شي حاجه. من الاحسن ديروا الطحين الابيض مع القمح الاصفر، صافي وخليوها. ملي غتوجد لكم غتحيدوا داك التميرات. الا كنتو متقلينها شويه زيدوا شويه الماء، ما كنتوش متقلينها ومخلينها بحال هذا الشكل هذا، صافي كدوروا الحريره ديالكم عاديه. وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وكنتمنى تجربوها. الناس اللي كيعجبهم الحاجات الطبيعيين كنظن غتعجبهم، كنظن والله اعلم. المهم انا بعدا كتعجبني وبغيت نشاركها معكم، وهي كتر ما غتعجبكم كتر ما هي صحيه. يعني دابا راه كتبغي واحد الحاجه اللي صحيه كتر ما تعجبك في المذاق. الا كانت صحيه راه مزيانه، ما كضر لا في المعده لا مصران لا حتى شي حاجه. وهذا هو الهدف من هذا الفيديو ديالي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. وسمحوا لي الا طولت عليكم في هذا الفيديو. ورمضان كريم، وتنتمنى تكونوا كلكم بخير يا ربي وتكونوا على خير. واللي عجبوا هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء والحباب ديالكم، وما تنساونيش من اللايك والاشتراك. الله يجازيكم بخير. واحد الكومونتير اللي يكون زوين، بغيتو ديروا كومونتير دابا نتوما اللي بغيتو تجربوا هاد الخميره بلديه وترجعوا تقولوا لي كيفاش جاتكم. اللي بغيتو يعني لكم الاختيار. هادشي اللي كاين. وبالنسبه للطريقه كي قلت لكم راني حاطاها في القناه، انا غادي نشوف الا لقيت كيفاش نهز الرابط ونحطه لكم في كلمات الوصف، راه غتدخلوا ليه مباشره. ما كانش راه غتدخلوا تقلبوا عليه بوحدكم. وهادشي اللي كاين. وسمحوا لي غنزيد نطول الفيديو، بغيتو يوصل ل 8 دقائق باش هكا نستافد انايا منه، حيت صراحه شحال ما حطيت شي فيديو ولقيت راسي ديجا درت هذا الفيديو هذا وما بقاش ليا بزاف باش غنكمل 8 دقائق. غادي نخلي ان شاء الله تنكمل 8 دقائق. وهذا الشيء اللي كاين يا ربي. وبالنسبه للناس اللي غيديروا التمر وبغاو يزيدوا حتى شويه ديال اللبن، الا عندكم اللبن عاوتاني راه ممكن حتى اللبن حتى هو كيزيد يخمرها وتيزيد يعطيها داك الحموضه. هذا هو. كنتمنى يا ربي نكون خفيفه وظريفه عليكم، واخا انا حسيت طولت في الفيديو، يعني خاصني نهضر قل من هذا الشيء هذا، ولكن بغيت نوصل لكم يعني الفائده ديال هذه الخميره هذه. وتا لهنا ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.